كاين 3 حوايج نحيها من حياتك. إذا أردت النجاح، إذا أردت أن تصلح ما بينك وبين الله، أردت أن تصلح ما بينك وبين الناس، أردت أن تفلح وتربح، 3 أشياء انزعها من حياتك. الأولى محاولة إرضاء الناس. عيش في حياتك على إرضاء الله، لأنه من رضي الله عنه أرضى عنه الناس. أما إرضاء الناس فغاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية لا تترك. حاجة الأولى اللي تحيا من حياتك محاولة إرضاء الناس. الله يسهل على كل واحد، عيش هكذا. الأمر الثاني إخواني اللي نحيا من حياتك العيش مع الماضي. شوف مجمع الماضي يا أيها الأفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعود من الحزن. الماضي نتعلم منه، نتعلم من تجاربه، نعم، بس ما نعيشوش معه، لأن الذي يعيش مع الماضي لا يتقدم في حياته، الحياة تستمر، وهذا أصل نبوي. الأمر الثاني ما تعيش مع الماضي، التعلم من الماضي، وهذه رسالة إلى شبابنا. والأمر الثالث أيها الأفاضل الذي تنزعه من حياتك هو أصدقاء المصلحة، لأنهم سيتعبونك في حياتك، وهذا هو رفيق السوء الذي كان يتعوذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. رفيق السوء هو الذي يحبك لمصلحته، وما أكثر هذا الصنف من الناس. إذا أردت أن تنجح وتربح وتتقدم في حياتك، هذا الصنف من الناس اتركه وراء ظهرك. 3 انزعها واحذفها من حياتك.